تحطوا لايك للفيديو وتكتبوا لي تعليق حلو كده زيكم. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل جرس الكل عشان يوصل له كل جديد. طبعا هنا حطينا بقى الرز بتاعنا، وحطينا الخل والثوم على العيش من تحت. تمام. والحبة اللي زادوا كده سيبنا حوالي 3 معالق كده نحطهم على الوش، طبعا علشان العيش يفضل معاكي متحمص وفي نفس الوقت فيه طعم الخل والثوم. حطيه بارد، حطي الخل والثوم بارد، ما تحطوش سخن عشان العيش ما يطرش منك. فانت في نفس الوقت هتاكلي قرمشه، وفي نفس الوقت فيه طعم الثوم والخل والصلصه بتاعت الطماطم. حاجه كده حكايه. ورصي بقى على القالب بتاعك كده اللحمه بتاعتك المتحمره، حاجه فوق الخيال يا جماعه، والله العظيم طعم تحفه.